ومرحبا بكم مع نشرة أخبار كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية مع حصاد أسبوع من التميز في رحاب صرح أكاديمي يجمع بين الريادة العلمية والتفوق الرياضي. ونستهل نشرتنا بهذا الخبر. كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية تفتح آفاق التعاون الدولي مع جامعة العاصمة الرياضية الصينية كابيتال سبورتس. في خطوة جديدة نحو الانفتاح الأكاديمي الدولي، استقبلت كلية التربية الرياضية للبنين وفدا من جامعة العاصمة الرياضية بالصين كابيتال سبورتس برئاسة الدكتور يان غهايبن. هذا وقد رحب الأستاذ الدكتور أسعد كيكي عميد الكلية بالوفد الزائر، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة حقيقية نحو شراكة معرفية مثمرة، وأن الكلية تسعى إلى توسيع أفقها العلمي وتعزيز مكانتها الدولية من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية حول العالم. تكريم استثنائي لبطل الوشو كونغ-فو الطالب نبيل محمد عبد الصادق. في خطوة تجسد حرص كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية على دعم التفوق الرياضي، قام الأستاذ الدكتور أسعد كيكي عميد الكلية بتكريم الطالب نبيل محمد عبد الصادق بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة الجامعات المصرية والمعاهد العليا للوشو كونغ-فو. وفي كلمته أكد الأستاذ الدكتور أسعد كيكي أننا اليوم نحتفل بمثال حي للتميز والإصرار، مؤكدا على أن الكلية تظل دوما الحاضن الأول للمواهب الرياضية والعلمية. كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية ترسخ دورها المجتمعي في ندوة عن الإسعافات الأولية. في تجسيد لدور الكلية التوعوي والريادي في خدمة المجتمع، نظمت كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية ندوة علمية متميزة بعنوان الإسعافات الأولية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والأستاذ الدكتور أسعد كيكي عميد الكلية، وإشراف الأستاذ الدكتور إسلام أمين زكي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. هذا وقد شهدت الندوة حضورا طلابيا فاعلا وثراء علميا من خلال محاضرات متخصصة تناولت أسس التدخل السريع لإنقاذ الأرواح. وفي ختام الندوة تم تكريم المحاضرين تقديرا لإسهاماتهم البناءة في نشر الوعي الصحي بين الطلاب. آفاق جديدة من الترفيه المهني والفرص التدريبية، ندوة تعريفية مميزة بكلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسعد كيكي عميد الكلية وإشراف الأستاذ الدكتور إسلام أمين زكي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. نظم قسم رعاية الشباب ندوة تعريفية بعنوان الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية أنشطته وفعالياته. شارك في اللقاء عدد من قيادات الاتحاد الذين استعرضوا فرص مشاركة الطلاب في الدورات التدريبية ودورات التحكيم وأبرز مجالات العمل المتاحة. هذا وقد شهدت الندوة تفاعلا لافتا من طلاب الكلية عكس اهتمامهم ووعيهم بآفاق التطور المهني من خلال أنشطة الاتحاد. كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية تتصدى للتنمر، وندوة توعوية ترسم طريق الوعي والقيم معا ضد التنمر. في إطار حرص جامعة الإسكندرية على التوعية بالقضايا المجتمعية، نظمت كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية ندوة معا ضد التنمر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والأستاذ الدكتور أسعد كيكي عميد الكلية وإشراف الأستاذ الدكتور إسلام أمين زكي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. تناولت الندوة ظاهرة التنمر من حيث الأسباب والتأثيرات، وطرحت آليات الوقاية والعلاج، مؤكدة على أهمية غرس القيم الإيجابية في نفوس النشء منذ الصغر. كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية تطلق حملة للتبرع بالدم وترسخ ثقافة العطاء والمسؤولية. في تجسيد حي لرسالة الكلية المجتمعية والإنسانية، أطلقت كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية حملة للتبرع بالدم داخل مقر الكلية بمشاركة فعالة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، تأكيدا على دورها في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية الوطنية.
وقد صرح الأستاذ الدكتور أسعد الكيكي عميد الكلية أن التبرع بالدم ليس مجرد واجب إنساني، بل هو سلوك حضاري يعبر عن وعي وضمير مجتمعي حي، مشيرا إلى أن الكلية حريصة على أن يكون طلابها قدوة في المبادرات التي تجسد قيم العطاء والانتماء. متابعينا الكرام، كان هذا موجزا لأهم أنشطة وإنجازات كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية على مدار الأسبوع. شكرا لكم على طيب المتابعة.